الواقع يقول لك بأن منتخب بلادك غير جاهز. هل هذه ملامح منتخب؟ هل هذا هو الوجه الذي يجب على المنتخب يمثل البلد أن يظهر به؟ بكل أمانة هل ما شاهدناه في مباراة تونس وفي مباراة البنين ممكن أن يدخل الطمأنينة في نفوس الجماهير المغربية، هو بأن هذه الانتصارات هي الشجرة التي تخفي الغابة. اليوم لا مجال للافتخار، تفوز بشق الأنفس على البنين 1-0. الشوط الأول معاناة، اليوم لو لم تكن حركة أيوب الكعبي لكنا قد أنهينا شوط آخر. لذلك نحن نتحدث عن مشكلة قائمة في المنتخب المغربي لم يستطع وليد الركراكي إيجاد حلها. أقولها لكم، ماذا ينتظر وليد الركراكي؟ وليد الركراكي ينتظر أن يتعافى رومان سايس وأن يبدأ تجربة في أي نادي شاء. مجرد أن يلعب لك 4-5 مباريات ستجدون. ينتظر أن تجود السماء، واستعمل وأزن كلماتي، أن تجود السماء وتلهم في لحظة صعب جدا تخيلها، أن تلهم حكيم زياش ليعود إلى ربع مستواه، وستجده في المنتخب. نسيت بوفال، يحلم بأن يعود بوفال إلى مستواه ويلعب الدقائق التي يحتاجها. يريد مسكنات للمنتخب المغربي. وليد الركراكي لم يشتغل في العمق في المنتخب المغربي، والنتيجه تلاحظون هذه الفوضى. ما هذا الاسلوب الذي لعب به المنتخب المغربي؟